أعزائي التلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية، في الحصة ديال اليوم اللي حصة من دروس مادة الرياضيات غنشوفوا تذكير بالعلاقات المرتبطة بدرس الاشتقاق. غنشوفوا في الفقرة الأولى رتبة الدالة والاشتقاق، كيفاش كيمكننا الاشتقاق من معرفة رتبة الدالة. ثاني شيء غنشوفوا تعبير معادلة المماس، وفي آخر الفيديو ديال اليوم آخر الدرس ديالنا غنشوفوا التأويل الهندسي لواحد الحالة خاصة من حالات الاشتقاق. أول شيء نشوفوا الاشتقاق وتغيرات الدالة. نعتبر f دالة قبل الاشتقاق على مجال E. أول شيء نقول أن f تزايدية على المجال E إذا وفقط إذا كان لكل x من المجال E f بريم لx أكبر من أو يساوي صفر. نقول أن f تناقصية على E إذا كان لكل x من E f بريم لx أصغر من أو يساوي صفر، يعني أن f بريم كتكون سالبة. والحالة الثالثة أن نقول أن f ثابتة على المجال E إذا وفقط إذا كان لكل x من المجال E f بريم لx كتساوي صفر. إلا بغينا نعرفوا رتبة دالة معينة يكفي نحسبوا المشتقة ديالها وندرسوا الإشارة ديالها. أما فيما يخص معادلة المماس لتكون f دالة قبل الاشتقاق في x صفر. x صفر عنصر من مجموعة تعريف الدالة f. نقول المستقيم دلتا ذو المعادلة y تساوي f بريم لx صفر عامل ل x ناقص x صفر زائد f ل x صفر هو المستقيم المماس لمنحنى الدالة f عند النقطة A ذات الإحداثيات x صفر f ل x صفر. إذا فهذا هو التعبير المختصر لمعادلة مماس منحنى الدالة في نقطة معلومة. نديرو التمرين اللي غنخدمو فيه هاد الخاصيات بجوج. نعتبر الدالة f المعرفة ب f ل x كتساوي x ناقص واحد على x. السؤال الأول حدد f مجموعة تعريف الدالة f. السؤال الثاني احسب نهايات عند المحدات. السؤال الثالث احسب f بريم لx لكل x من r نجمة، هذه هي r محرومة من العدد صفر، وأنشئ جدول تغيرات الدالة f. والسؤال الرابع حدد معادلة المماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول واحد. السؤال الأول هو تحديد مجموعة التعريف، ليقول أن x ينتمي إلى مجموعة التعريف. هذا يكافئ أن المقام عندنا تما هو x يخالف صفر. إذا شنو هي مجموعة التعريف؟ إذا مجموعة تعريف الدالة f هي ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني المطلوب مني هو حساب النهايات عند المحدات. المحدات هما ناقص ما لا نهاية صفر على اليسار صفر على اليمين وزائد ما لا نهاية. إذا نبداو بناقص ما لا نهاية. الليميت حينما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ل f ل x تساوي الليميت حينما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية لx ناقص واحد على x نعوض بناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، وواحد على ما لا نهاية هو صفر، وبالتالي هذا سينعدم وتبقى لي x. إذا نقدر نكتبها هي الليميت حينما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية لx اللي هي ناقص ما لا نهاية. نديرو نفس القضية بالنسبة لx حينما يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا النهاية حينما يؤول x زائد ما لا نهاية ل f ل x تساوي النهاية حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ل x ناقص واحد على x اللي كتساوي هي الليميت حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية للعدد x اللي كتساوي ليا زائد ما لا نهاية بتعويض x بالقيمة زائد ما لا نهاية بالنسبة لصفر على اليمين وصفر على اليسار. دي الليميت حينما يؤول x إلى صفر على اليسار. كنمشي كنحسب في الوساخ ديالي كنعوض. الدالة عندي هي x ناقص واحد على x عوض بصفر غتعطيني صفر ناقص صفر يمشي طبعا تبقى لي ناقص واحد على صفر. ناقص واحد على صفر كتساوي ما لا نهاية. السؤال اللي كيطرح راسو واش زائد ولا ناقص ما لا نهاية. باش كنعرفوها كنديرو جدول إشارة المقام. إذا الليميت حينما يؤول x إلى صفر على اليسار ل f ل x تساوي ما لا نهاية، وكذلك بالنسبة حينما يؤول x إلى صفر على اليمين فإن النهاية تساوي ما لا نهاية. إذا باش نعرفوا واش زائد ولا ناقص ما لا نهاية كنشئوا جدول إشارة المقام. هذا هو جدول إشارة المقام. المقام عندي هو x. إذا هنا ملي كنحسبوا النهاية على اليسار فصفر كياخذ هذه الإشارة اللي هي على اليسار اللي هي ناقص، وبالتالي هنا تولي صفر عنده ناقص، وناقص مع ناقص كتعطيني زائد. إذا هنا غنكتب زائد ما لا نهاية. بينما على اليمين الصفر كياخذ الإشارة اللي على اليمين ديالو اللي هي زائد مع ناقص ديال واحد هي ناقص، وبالتالي هنا النهاية كتولي ناقص ما لا نهاية. شوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث هو حساب f بريم ل x. إذا كنعتبروا واحد ل x هما قال لك من r نجمة ونحسبوا f بريم ل x.
اف بريم لإكس تساوي هي إكس ناقص واحد على إكس بريم. الشقاق ديال إكس هو واحد، الشقاق ديال واحد على إكس هو ناقص واحد على إكس أس اثنان. أنا كنخليها لكم هنا هي ناقص واحد على إكس أس اثنان، مع ناقص مع ناقص غتمشي غتولي هي واحد زائد واحد على إكس أس اثنان. وهكذا أنا حسبت المشتقة ديالي. إذا لإنشاء جدول تغيرات الدالة يكفي دراسة إشارة الدالة اف بريم على المجال دي اف. إذا نقدر ننشئ الجدول التالي. بما أن الدالة غير معرفة في الصفر، فإني هنا في الصفر كندير خطين متوازيين. اف بريم لإكس خرجت لنا هي واحد زائد واحد على إكس أس اثنان. ثم كتلاحظوا بأن هذا عدد قيمة موجبة كيفما كان إكس، لأن واحد موجب وواحد موجب وإكس أس اثنان موجب، وبالتالي فإشارة اف بريم دائما موجبة. إذا بما أن اف بريم موجبة فإن الدالة تزايدية على هذا المجال وتزايدية على هذا المجال. وهنا يكفي أني نوضع النهاية اللي حسبت. النهاية حينما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية خرجت لنا هي ناقص ما لا نهاية. صفر على اليسار خرجت لنا زائد ما لا نهاية. صفر على اليمين النهاية خرجت لنا هي ناقص ما لا نهاية. وعند زائد ما لا نهاية النهاية خرجت لنا زائد ما لا نهاية. كان لكم تأكدوا من هادشي انطلاقا من النتائج اللي وصلنا لها سابقا. وكيبقى لي السؤال الأخير وهو تحديد معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول واحد. إذا حنا حسبنا اف بريم لإكس خرجت لنا هي واحد زائد واحد على إكس أس اثنان، وعندنا الدالة اف الصيغة ديالها هي إكس ناقص واحد على إكس. إذا سهل لحساب ولا تحديد معادلة المماس كنديرو إكغيك تساوي اف بريم للعدد واحد، أنا بغينا عندها الأفصول واحد، عامل لي إكس ناقص واحد زائد اف لواحد. وكيف كيبقى لي دابا أني نعوض. إذا إكغيك تساوي اف بريم لواحد هي اثنان، عامل لي إكس ناقص واحد زائد اف لواحد اللي هي صفر. وبالتالي فإن معادلة المماس أنا غنسمي هنا دلتا، نكتب أن دلتا مماس ديالي معادلة ديالو إكغيك يساوي نشر هادشي اثنان إكس ناقص اثنان. كمعلومة إضافية نقدر نفيدكم بها، فإني كنعرض عليكم أنكم تزوروا الموقع www.desmos.com/calculator. هذا الموقع كيسمح لنا بإنشاء الدوال والمستقيمات انطلاقا من المعادلات أو من السياق ديالو. مثلا على اليسار كنكتب صيغة الدالة ديالي اللي هي إكس ناقص واحد على إكس، كنضغط على الزر هذا ثم بالأحمر كيمثل لي منحنى الدالة اف. وهكذا كتكون عندي واحد النظرة على داكشي اللي خرجت أنا، واش داك التمرين عندي صحيح أو لا خاطئ. في الحالة ديالنا حنا معادلة المماس وجدناها إكغيك يساوي 2 إكس ناقص 2، وقلنا بأنه مماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول واحد. ثم كتلاحظوا بأن النقطة ذات الأفصول واحد هي النقطة هذه، ثم هنايا الأفصول واحد والأرشوب صفر. إذا كنضغط هنايا كينشأ لي المستقيم ديالي. ذو المعادلة إكغيك يساوي 2 إكس ناقص 2. كما كتلاحظوا بأن المستقيم مماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول واحد. هكذا كنكون مأكد بأن النتيجة ديالي نتيجة صحيحة. ندوزو دابا لفقرة التأويل الهندسي. في الحصة ديال اليوم غنشوفوا كيف يتصرف منحنى دالة عندما تكون اف غير قابلة للاشتقاق في نقطة معلومة. لهذا المثال ناخذ الدالة اف المعرفة ب اف لإكس كتساوي إكس ناقص 2 قيمة مطلقة زائد واحد لكل إكس من ار. المطلوب هو أدرس قابلة للاشتقاق الدالة اف عند 2. كما قدمت لكم قبل قليل فاحنا غنهضروا على دالة غير قابلة للاشتقاق، وبالتالي فالجواب هنا راه باين، الدالة غير قابلة للاشتقاق. البرهان كنخليكم نتوما تبينوا عليه، لأن في فيديوهات سابقة درنا مثال بحال هذا المثال هذا، يمكن لكم ترجعوا ليه للاستعانة في حل هذا المثال هذا. إذا حنا الدالة اف غير قابلة للاشتقاق، نمشيو نرجعوا لديسموس ونشوفوا المنحنى ديال الدالة هذه. إذا في موقع ديسموس أنا نشأت الدالة إكس ناقص 2 زائد واحد، طبعا القيمة المطلقة. ثم كتلاحظوا هنا في النقطة ذات الأفصول 2 المنحنى يمثل سن من أسنان المنشار، يعني أن هنا كنستنتجوا بأن انطلاقا من المنحنى فيما شفت في شي نقطة أن عندي سن المنشار، فإني كنعرف مباشرة بأن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند
النقطة 2. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الدرس اليوم، على أمل نتلاقاو في حصة أخرى درس جديد من دروس مادة الرياضيات لسنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية.